هندور وندور ونلف السبع بحور ونجيب لكم قصص من الخيال. هندخل مع أصحابها ونعيش جواها. بس قبل ما نبدأ ونقول يلا بينا نصلي على الرسول. كان يا مكان، يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قصة فار القرية وفار المدينة. كان هناك فارين أصدقاء. كان واحد منهم بيعيش في القرية في الريف الجميل والحقول والزرع، والفار التاني كان بيعيش في المدينة عند المصانع والمخازن والورش. في يوم من الأيام اتقابلوا الصديقين، وقعد كل واحد منهم يتكلم عن حياته. كان الأمر مشوق لكل واحد فيهم. قرر الفار اللي بيعيش في القرية إنه يدعي صديقه علشان يشوف الحياة في الريف بين الحقول، ويتعرف على طريقة حياته ويدوق من أكله. وافق الفار اللي بيعيش في المدينة بسرعة لأن الفكرة عجبته. وفعلا اتفق الصديقين يتقابلوا في اليوم التاني. وفي صباح اليوم التاني راح فار المدينة للريف، المكان اللي كان بيعيش فيه صاحبه بين الحقول. أخد فار القرية صديقه علشان ياكل معاه الأكل. راحوا للحقل، وكان موجود هناك الكتير من حبوب الذرة موجود على الأرض، وكمان شوية من البذور والحبوب التانية. وكان طعم الأكل مختلط بالطين. ما عجبش فار المدينة خالص. قال فار المدينة لفار القرية: انت مسكين جدا، ازاي بتقول على ده أكل؟ انت تجيلي المدينة بكرة الصبح وأنا هدوقك الأكل الحقيقي. وافق فار القرية على العرض اللي عرضه عليه صديقه. وفي صباح اليوم التاني راح فار القرية لصديقه فار المدينة. راحوا مع بعض لمكان من الأماكن الكبيرة جدا اللي قال عليها فار المدينة إنها محل بضايع. وكان ورا المحل ده مخزن. قال فار المدينة: هو ده اللي احنا عايزينه. دخل الفارين جوه المخزن، وكان الموضوع مدهش ومبهر بالنسبة لفار القرية. وقف يتفرج على كميات كبيرة من الأكل، أكياس مليانة بالدقيق وفواكه مجففة وغيرها. شعر فار القرية بالجوع، ولسه هياكلوا من الأكل حسوا إن باب المخزن بيتفتح وفيه شخص دخل. جروا بسرعة واستخبوا في فتحة صغيرة في الحيطة. كانت الفتحة ضيقة وضلمة. وأول ما خرج الشخص من المخزن حاول الصديقين الخروج علشان ياكلوا، لكن دخل شخص تاني. وفضل الموضوع كده طول النهار، شخص يدخل والتاني يخرج. جه الليل وهدي الجو من حواليهم. فرح الفارين إنهم هياكلوا من الأكل اللذيذ. وبعد ما انتهوا الاتنين من الأكل سأل فار المدينة فار القرية وقال له: ها، ايه رأيك؟ قال الفار: يا صديقي، صحيح ان الأكل هنا لذيذ وشهي، لكن بتاكله وانت خايف، وكمان هنا حواليك الكتير من الخطر. وبالرغم من الأكل اللذيذ والشهي، إلا إني أفضل إني آكل وجبتي البسيطة من الجذور والحبوب في أمان وسط الحقل في القرية.
قرر فار القرية إنه يرجع للقرية، لكن قبل ما يمشي نصح صاحبه وقاله إنه لازم يكون الأمان على الدوام ليه الأولوية. وبكده خلصت قصتنا. هتوحشوني جدا من النهاردة لحد القصة الجاية. بحبكم جدا في الله. مع السلامة في يوم جديد وقصة جديدة إن شاء الله. هندور وندور ونلف السبع بحور، ونجيب لكم قصص من الخيال. هندخل مع أصحابها ونعيش جواها. بس قبل ما نبدأ ونقول يلا بينا نصلي على الرسول. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. قصة النحلة نحولة المغرورة. كان يا مكان في الغابة الكبيرة والأزهار الملونة الجميلة وسط الأشجار العالية كانت خلية النحل. وكانت النحلة نحولة أجمل نحلة في مملكة النحل. كانت فرحانة جدا بجمالها، وكانت بتقول لنفسها أنا أجمل نحلة في الدنيا، مش بس في الغابة. كانت دايما بتتباهى بنفسها وجمالها وجمال أجنحتها قدام كل المملكة. كانت مميزة بجمال خلاب وألوان متناسقة وجميلة وعيون واسعة لونها أسود. حست النحلة بالغرور وكانت بتتعالى بكبرياء على جميع النحل في المملكة. كانت بتقول بتكبر أنا نحلة جميلة جدا وانتوا شكلكم قبيح جدا، ومفيش نحلة أجمل مني في الوجود. كان الجميع بيتضايقوا من أسلوبها وغرورها، وكانوا بيشفقوا عليها لأن الغرور عواقبه دايما سيئة. كانت الملكة بتراقب نحولة بغضب وما كانتش عارفة تعمل ايه معاها، لأنها ما كانتش بتكرهها. بالعكس، كانت ملكة النحل طيبة وبتحب كل النحل في الخلية، والكل بيخلص ليها جدا وبيشتغلوا بجد ونشاط ما عدا نحولة. كانت بتضيع الوقت بالكلام الكتير عن جمال أجنحتها وجمال عيونها السودة، وإنه مفيش أجمل منها بالكون كله. كانت الملكة غضبانة جدا وما كانتش عايزة تعاقبها على غرورها وطيشها، لأنها فعلا نحلة جميلة، لكن مش الأجمل على وجه الأرض. ومش لازم تبقى مغرورة وتعامل الجميع بتكبر وتعالي. وكانت بترفض كمان تشتغل علشان ما تشوهش أجنحتها الجميلة. قررت الملكة إنها تعلم نحولة درس قاسي. وفي يوم من الأيام خرجت نحولة في الصباح تزن بصوت مزعج وتلعب مع الفراشات الجميلة بين الزهور والورود الحمراء. وكان باقي النحل بيشتغل في الخلية من غير كلل ولا تعب. وهنا وقعت النحلة نحولة في بركة مياه راكدة وقعدت تنادي بصوت عالي انقذوني انقذوني. ضحك النحل على نحولة بصوت عالي وهم شايفين النحلة المغرورة وهي في الوحل بتغرق. قالت واحدة من النحلات بتكبر يلا ساعدي نفسك يا نحولة، يا ريت جمالك ينفعك دلوقتي. وقالت نحلة تانية ليه عايزانا نساعدك؟ انتي أجمل نحلة في الغابة كلها
انقذي انت نفسك. قعدوا يضحكوا عليها بسخرية وهي بتبكي بشدة ومش عارفة تتخلص من الوحل. وهنا جات الملكة الجميلة ملكة النحل والخلية وطلبت منهم إنهم يساعدوها. جابوا قشة طويلة، مسكت نحولة بالقشة وسحبوها بيها وخرجوها، وكان منظرها مضحك جدا. اتكسفت نحولة من نفسها واعتذرت للجميع، ومن يومها ما بقتش نحولة نحلة مغرورة. وبكده قصتنا تكون خلصت. هتوحشوني جدا من النهاردة لحد القصة الجاية. بحبكم جدا في الله. مع السلامة في يوم جديد وقصة جديدة إن شاء الله.